الله الذي خلقنا بشرا وكان له أن يخلقنا حجارة أو شجرا، والحمد لله الذي هدانا إليه وكان له أن يضلنا ويدخلنا النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ ما أنزل إليه من ربه فلم يكتم منه شيئا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي هدانا إليه وكان له أن يضلنا ويدخلنا النار، الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم في يوم النحر، حيث نحر الحجاج حجيجهم وهديهم، وحيث تحللوا بعد أن طافوا طواف الإفاضة ورموا جمراتهم، وكانوا بالبارحة في أعظم أيام الله، كانوا في يوم عرفة الذي يتنزل الله فيه إلى الخلق، يباهي ملائكته بأهل عرفة وبمن وقف بعرفة، ويشهدهم أنه قد غفر لهم. بالبارحة الحمد لله وقف بصعيد عرفة قرابة 2 مليون مسلم، 1,745,000 حاج وقفوا وابتهلوا لله أن يتقبل منهم، أن يغفر ذنوبهم، أن يقبل توبتهم وحوبتهم، وكله دعا بفضل الله إلينا في السودان، إلى أهل السودان وشعب السودان وجيش السودان، ونحن على يقين من قبول دعوتهم لنا، ثم أن الله ألقى إلى أهل السودان القبول في جميع أهل الأرض من أهل الإسلام، فدعوا جميعا إلى أهل السودان أن ينصر الله السودان وشعبه وجيشه على هذه الطغمة الباغية المتمردة التي لم ترعى في مسلم إلا ولا ذمة. دعا لكم جميع أهل الأرض من أهل الإسلام قرابة 2 مليار مسلم، ودعا أهل السودان في هذه البلاد ممن صام يوم عرفة ابتغاء مرضات الله، ومن من لم يصم لأنه معذور، وكل من هو في الخنادق ممن يجاهد في سبيل الله، من الذين وقفوا في هذه الأرض 3 أشهر الآن في الخنادق تحت حر الشمس، يصبرون على لأواء هذه الحرب مجاهدين في سبيل الله، تقبل الله دعوتهم. ومن الذين وقفوا معهم بمالهم وبجهدهم وبكلمتهم، تقبل الله منهم دعاءهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا نقف في موقف الحق، فإن الكون يقوم على الحق، وإن الله هو الحق، وليس من حقين في هذا الكون، الحق واحد ليس من حقين، إما أن تكون مع الحق وإما أن تكون مع الباطل. والحمد لله الذي جعلنا في هذا الجيش، والحمد لله الذي جعلنا سودانيين قبل ذلك نقف بهذا الجيش، فنحن جند الله جند الوطن، ونحن مع الحق. والذين بغوا والذين تمردوا مع الباطل البين منذ بدئه، رفعوا علينا السلاح وحملوا علينا السلاح، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن نزع يدا من طاعة لقي الله وليس له حجة، ونقضوا عهدهم ونكثوا أيمانهم ونكثوا قسمهم لهذا البلد، نكثوا بهذا العهد، ثم أنهم لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان خارج أحداث أسنان كما نراهم، 13 سنة 17 سنة 18 سنة 20 سنة، سفهاء الأحلام لا يجيد أحدهم الحديث، ناهيك أن يكون يتحدث في أمر الناس. يقولون بقول خير البرية لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. قاتلوهم فإن في قتالهم لمن قاتلهم أجر إلى يوم القيامة. هذا رواه البخاري ومسلم، رأيناهم بأعيننا، والحمد لله الذي جعلنا في الجيش الذي يقاتلهم، فنحن على حق والحمد لله، والله ناصر عباده. فإن المولى عز وجل قال: إن تنصروا الله
ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن الله حق وقوله ثابت ولا يتغير، وإن المتغير الوحيد في هذه المعادلة هو الإنسان، هو عباد الله. إن نصر الله فإن حتما نصر الله آت. امبارح قال لي واحد ماله النصر يتأخر، ماله تأخرته، قلت له النصر قريب، إن نصر الله قريب. لو يتأخر بأعمالنا، يتأخر بعدم توبتنا، يتأخر بعدم يقيننا في نصر الله، يتأخر بذلك. أما نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فمن استبطأ النصر فلينظر في نفسه أين تاب، متى تاب، كم تاب، هل هو حقيقة عاد إلى الله، هل هو حقيقة نصر الله، هل هو بقلبه ونفسه وماله وكل جهده يقف في صف الحق. فإن وقف ذلك فلا يستطيع النصر، على العبد أن يسعى وليس عليه النصر، فالنصر كله من عند الله، ليس للناس فيه شيء، وما النصر إلا من عند الله. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من عنده. حتى الله عندما نصر عبده صلى الله عليه وسلم وجنوده قال وما جعله الله إلا بشرى لكم، عندما أنزل الملائكة بشرى فقط، لكن وما النصر إلا من عند الله. ما في إنسان بينتصر إلا الله. واعلموا عباد الله أن الله نصر الحق ونصر هذا الجيش ونصر هذه الأمة، وكسر أكبر مؤامرة يشهدها القرن 21 في هذه الأرض، مؤامرة اجتمع عليها عشرات الدول وعشرات المؤامرات من عباد الشيطان ومن جنود إبليس ومن أهل الماسونية ليكسروا هذا الدين في هذه الأرض. كسرهم الله في معركة القيادة العامة عندما نصر جنده، عندما ثبتوا ولم يبدلوا وثبتوا، وكان ذكرهم لا إله إلا الله، وكان ذكرهم الله أكبر، وكان ذكرهم حسبنا الله ونعم الوكيل. يوم الأربعاء يوم 19 عندما انكسر هذا العدو في القيادة العامة كان هذا هو النصر. هذا العدو الذي هجم القيادة العامة ب 16 عربية مقاتلة مجهزة بالثنائيات والرباعيات والراجمات والSPG 9 مضادات الدروع والعربات المدرعة، هجمها من جميع الاتجاهات. فقد كان يتمركز في مقره بجوار القيادة العامة جنب مسجد القوات المسلحة ب 150 عربية، في النادي الكاثوليكي ب 150 عربية، في هيئة العمليات ب 150 عربية، داخل القيادة المسلحة في بيت المتمرد أكثر من 50 عربية. كان في المدينة الرياضية وفي أرض المعسكرات حشد هذه القوة بأكثر من 6000 مقاتل، فخذلهم الله ونصر عبده وولوا مدبرين من القيادة العامة. وكان في مثل هذا اليوم أن أخرجهم الجيش بنصر الله وبحوله من جميع معسكراتهم في الخرطوم، من معسكراتهم في شمال الخرطوم شرق النيل وغرب النيل، من سكراب الذي قضى فيه الله على 4800 من هلكاهم بشهادة قائدهم. قال برهان بيضرب واحدة هذه الليلة 8400، قال لي احنا بنتعرض لإبادة جماعية، أخرجناهم من جميع معسكراتهم وبيقول زي كلاب الحرب تحت الشجر. انهزموا في ذلك الوقت، النصر أتى في ذلك الوقت. الناس يقول لك النصر 200، النصر 200، النصر أتى، لكن ربنا داير يمحص الذين آمنوا، داير يتخذ شهداء. في ناس داير الله يصطفيهم شهداء، حيصطفيهم 200، داير يمحق الكافرين، داير يفضح المنافقين، حيفضحهم 200، ينضحوا في المدة دي. لكن نصر الله أتى، وبتعليمات من قيادتهم قالوا لهم خشوا البيوت، اتضاروا في البيوت، واتضاروا في مؤسسات الدولة، اتضاروا في المستشفيات، واتضاروا في المساجد، واتضاروا وسط الأحياء، واتضاروا جوا بيوت الناس، لأن الجيش أهلكم. والناس يقول لك ليه ما في استنفار؟
نعم كسرناهم في القيادة العامة وأخرجناهم من بيوتهم، لكن قوتهم كانت كبيرة، عرباتهم المقاتلة معاهم. الناس ليسوا حديثي عهد بالجهاد ولا حديث عهد بالقتال، شبابنا متحمس يمتلئ بالإيمان، يمتلئ بالقوة، الناس قلوب حارة وأي شيء، لكن هم أهل قتال. لو أننا في ذلك الوقت استنفرنا الناس للقتال بعربات موجودة في العاصمة قرابة 2500 عربية مقاتلة منتشرة في الأحياء، ومستشفى في المستشفيات، لا أهلك الناس. كان لابد للجيش أن يستمر في تدمير هذه القوة، وهذا ما فعله الجيش، ودمر بحمد الله 70% من هذه العربات المقاتلة وأكثر من ذلك. حتى الآن أصبح ليس لديهم عربات مقاتلة، أصبح ليس لديهم عربات مقاتلة، أصبحوا يقاتلون بالمواطن، وأصبحوا يقاتلون ببكاسي المواطنين وبعربات المواطنين. ما في حاجة، خلاص انتهوا. الناس يقول لك خشوا يرموك بشنو؟ بمواطن، بعربات مواطنين. شفتوا لكم التأشيرات؟ يقول لك هجموا الاحتياطي المركزي، ناس بيتكلموا عن حاجات بسيطة. الجيش اطلعوا كيلو من الاحتياطي ده عشان عندنا شغل فوق من فوق هنا ده. دخلوا لقراش، شوفوا العربات كلها عربات معطله، في زول مقاتل في قوه زي دي قال 6000 ياخذ عربات مقاتله في المصاريف حقتها، في الرواكيب حقتها، عربات لساتيك نافسه ومعطله وكلها هكر وورشه. دخلوا ثاني اللي فتشوا لك بيمرقوا منها، يقول لحمه مفرومه، كل القوات انتهت منها. واذكر رجع في نفس اليوم الساعه 5 لانه طلعت بتعليمات وخشت، والله ما ياخذ شويه حته. والبيصور بموتر، سايق موتر. وين التاكسي؟ وين الرباعي؟ وين الثنائي؟ وين الكبري بتاعك؟ بيصور بموتر. انتهوا الناس دي، ما فضل لهم شيء. عشان كذا السيد القائد العام لما استنفر الناس امبارح وقال التعبئه العامه شغاله في الولايات لا مده، والولايات ما قصرت، دعمت الجيش بالمال وبالزاد وبالاكل وبالشراب وبالرجال، لكن برضه يدخلوا لارض المعركه لانه ديل ناس حديثي عهد بالقتال يا جماعه. الشباب ديل ما ناس مقاتلين. القتال ما بس انا امسك البندقيه اعرف فيك واربط واضرب، لا، لسه لازم انا اتاكد انه فعلا دمرت القوه الضاربه لهذا العدو، عشان بعد ده اشركهم في الاجر، في اجر الجهاد، بدل ما كان نيه وكان حماس اشركهم في الجهاد. عشان كده كان استنفار، وما يقاتلوا بالسلاح في احيائهم كما فعلوا، كما استنهضناهم من قبل 4 جمعة، وبدأوا في الاحياء، بدأوا يمنعون العدو من دخول الاحياء، وبدأوا يخرجونهم من بيوتهم، وبدأوا يضربوا الصفارة ويطلعوا الدعامة وقاتلوا الدعامة واستشهدوا وهم خالي اليدين. القاتلهم بسكين، والقاتلهم بسيف، والقاتلهم بعكاز، والقاتلهم بمولوتوف، لحد ما الآن الناس والنفوس أصبحت مهيئة للكلام. وعلى الناس أن يستمروا في هذا القتال، على الناس أن يستمروا في هذا القتال، وعلى من يستطيع ويأنس في نفسه القتال أن يبلغ للوحدات. ما كل الناس كانوا مقاتلين، ولا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس الله ما خلقهم مقاتلين، ولذلك قدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. قدم جاهد بنفسك، من يجهز جيش العسرة وله الجنة. جاهد بنفسك تجي بروحك بس بتزيد نواحي، لكن تجاهد بمالك ممكن تجهز 10. جاهد بالكلمة، جاهد باللسان، احرز بيتك على الشباب ان يعودوا لهذه المنازل، هذه الاحياء التي اصبحت خالية. عودوا اليها، دافعوا عنها. الجيش انا ابشركم، والله ابشركم بشارة صادقة، والله لم يبقى من قوتهم الضاربة شيء. باقي العربات حقتهم الموجودة كان في مدرمان، في صالحة، في وسط مدرمان، في شمبات، في بحري، في شرق النيل، في جنوب الخرطوم، شايفيننا بالواحدة وباللقطة واحدة. عربات المقاتلة دي باللقطة واحدة، خلوها لينا دي، خلوها لأولادكم في الجيش. ولو دارين تشتركوا اشتركوا في الأجر، يتعلموا القتال. المعركة دي ما حتنتهي، ولا العدو الكبير اللي ورا الناس ديل الساكينة في أي حتة
وحجب عننا الدعم وفعل وفاجئنا في الكرمك ونقض العهود. هذا يسمى الحلو، ونقض العهود في كادوبلي وفي الدلج، والعدو بيعمل في الكلام ده وبيشوي، وانتوا عارفينه ما بيرضى بالهزيمه، ما بيرضى. هيجي ثاني وثالث ورابع، ما بالضروره في الوقت ده، لكن ما بخليكم، لانه انتصار هذا الجيش وانتهار هذا الشعب هو انتصار للاسلام في اكبر رقعه جغرافيه في العالم، في افريقيا والشرق الاوسط. ستكونون قدوه وستكونون نموذج لكل المسلمين، وكنتوا انتهيتوا. ولذلك على الناس ان يستنفروا الناس. الخرطوم اهل الساكنين بعد ده ما في داعي للخوف، ما في داعي تقاتلوا مع جيشكم ده. اهلنا اهل الخرطوم من بري، من العبد الله، من المانجل والمشيخه، اهلنا الجموعيه، اهل الناصر سر الرملي والمك ناصر، اهلنا البادراب بنيه، اهلنا الفادنيه، اهلنا البطاحين في حطاب وفي عتبة بكر، اهلنا العسيلات، اهلنا العوامره، اهلنا العقليين، اهلنا الحسانيه في طيب الحسنات، الكواهله، اهل الخرطوم جميعا. اصبح الجهاد عليكم فرض عين، قلنا لكم الكلام ده. دعتوا صايد، شبابكم امرقوهم، نساكم يدعوا، رجالكم وشيوخهم يدعوا، امركم على الجيش ده. والله تضيق عليهم الارض. والله منذ ان اعلن القائد العام هذا الكلام بالامس ما عارفين يمشوا وين، ما عارفين يطيروا وين، لانه الجيش فوقهم وتحتهم وراهم وعن يمينهم وعن شمالهم، والبيوت اللي قاعدينها فيها دي حتقبلون اضيق من سوق الابره، حتقبلون الناس حيطرقوا لهم من الطرقات من كل مكان. والهدنه اللي عملناه باقي اليوم ده اللي عمله القائد العام ده يوم العيد ما عشان الناس عيدوا، عشان اللي عنده عقل فيهم يبقى مالك، لانه والله ثاني زول يمرق ما في، والله نمله منهم تمرق ما في. والله هؤلاء الناس الذين راوا بيوتهم تغتصب وحرائرهم تغتصب واموالهم تغتصب ومنازلهم ودولتهم ومؤسسات دولتهم وجامعاتهم ومساجدهم ومستشفياتهم، والله ياكلون بسنونهم. والله نحن في الجيش نربع كده، والله نربع يدينا، والله المواطنين ياكلون اكل. عشان كده اللي بيبرقوا باقي الليل ده كان فيهم زول باقي على عمره، اللي يستفيد من العفو والعمل ما له ده اخر زمن ليه، والله تاني ما يمرقوا. وانا شايف في استنفار، شايف صف عامل استنفار يوم الجمعه، لا الجمعه بعيده، لا الجمعه باكر الخميس ده برا مأجلين مسوين بيه شنو؟ ما في كلام زي في قتال في جهاد اصبح فرض عين. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهليه. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهليه. الله جاب لكم الجهاد في بيوتكم، لا داير زمان بيسافروا لها افغانستان، زمان في الثمانينات ويمشوا للجنوب ويمشوا لوين؟ ما في، هنا جاء في خشمة بارد، جهاد بارد، والله ما عندهم قوة، ما يخوفوكم، ما يرعبوكم، يقول لكم والله جايين من ليبيا وجايين بعربات وجا ما بعرفهم بادل وجا في جبرة وجايبين ده مدافع وفي مدفع. شفت لكم مدفع بيجروا ده مدفع شنو ده؟ مدفع لعاب؟ والله ينجوا من اغاصي الارض، والله ما يجوا الا لمهلكتهم هنا، والله يلا يكون داير يفنيهم هنا عشان ما نطاردهم بالخرا. يلموا الليل هنا ده، يلموا الليل خلوني. هم قاعدين وسط البيوت مستلمين العاصمه، محتلين احتلال كامل. فضل لهم المكتب بتاع القائد العام ما استلموا، تقول لي يجوا من برا. ده المخزلين، وده الطابور الخامس، وده الناس اللي بيبصوا في الناس الوهن، ده المرجفين في المدينه. ولئن لم ينتهوا لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا خليلا. ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. شفت المنافقين اللي قاعدين لسه بيتكلموا ويطعنوا في ظهر الجيش ويقللوا ويخوفوا الناس وجايين لكم وفعلوا وبتاع ويشككوا في القياده وفي خيانه. قال لك ما في خيانه، نحن فريقنا من ضباط الخلا والعساكر الخلا، انه نحن ناس عساكر مهنيين ديسيبلين منضبطين. الجندي عنده وكيل عريف، وكيل عريف عنده عريف، والعريف عنده رغيف،
والرغيب عنده رغيب اول، والرغيب اول عنده مساعد، والمساعد عنده ملازم، والملازم عنده ملازم اول، وعنده نقيب، وعنده راي، وعنده مقدم، وعنده عقيد، وعنده عميد، وعنده لواء، وفي رغيب، وفي آية غياب. واجبك بس تبغى قسم على اقسامنا، واجبك مواجهتك نحن بنعملها، نحن لا نشكك في قيادتك. دي كلها اوهام بيبص على الطابور الخالص، لانه لو انت قاعد تستخدم رايد شنو؟ رايد شنو؟ انا اسف العنايه المكثفه ومسك لي طبيب امتياز والله طبيب عيوني عيان المفروض اخليه؟ ما في خبره في عمل. هذا الجيش مبني على الثقه، وده اللي تعلمنا في الجيش، ونحن صابرين وعلمونا الصبر، وما بنشك في قيادتنا ولم نطعن فيها، وادارت هذه المعركه بحنكه منقطعه النظير، بسابقه غير موجوده في التاريخ. لا توجد عاصمه او مدينه في التاريخ احتلت من الداخل، العدو كان من الداخل، ما في عدو قاعد مسيطر على كل مرافق الدوله، على المواقع الاستراتيجيه، على مداخل الخرطوم، على بقوه ضاربه. والله لو كانت في لندن سقطت في ساعه زي ما قالوا لي هم قالوا لي تسقط في 3 ساعات. لو باريس كان سقطت. مع هذه المعركه نحن ما زلنا متماسكين، القياده والسيطره بتاعتنا من القائد العام لاصغر جندي زي ما هي ماشيه بسلسلتها العسكريه. ما فينا زول خالف ولا فينا زول يتمرد، نحن ثابتين، تنظيمنا ثابت، دولتنا ماشيه في كل الولايات، ماشيه، الحياه ماشيه. ما دمرنا، الجيش لم يدمر بنيه تحتيه لهذه البلد، لانه البنيه التحتيه في البلد دي جابوها ضرائب من ست الشاي وبتاع الركشه وبتاع الامجاد. اي كوبري اتبنى هنا جابوه ضرائب من الناس، اي عماره قامت هنا جابوها ضرائب، اي وزاره ضرائب، جمارك، اي مبنى عملناه ده ضرائب، ده حق الشعب السوداني، نحن العاملين عليه، ما بنخسره. والله ان تستمر الحرب 1,000,000 سنه ما بنخسره، ما بنخسر بنيه تحتيه، وان شاء الله ما نضطر للكلام ده، بنحافظ عليها. ويوم لن نهزم العدو ده هزيمه نهائيه، وما يفضل ولا دعامي ولا طابور خامس ولا طابور خامس ولا طابور خامس. وده اللي بيبيعوا الناس الاحياء لانه بيعرفون وقاعدين معاهم. التجار اللي بيبيعوا لنا الوقود وبيخربوا لنا الذخيره والسلاح عارفينهم بالاسم والجيش عارفه، لكن بنخلي نوكل بيهم الشعب، نوكل بيهم الناس الاحياء. لما ينتهي الكلام ده المحطه بتاعت الكهرباء الواقفه بندورها بتشتغل، محطه المويه الواقفه بندورها بتشتغل، الكوبري الناس بيكون شغال بيمشوا بيقطعوا، السوق بيرجع، الجامعات اللي فقدنا المكتبات، فقدنا تاريخنا الموجود في المتاحف وفي الاثار وفي دار الوثائق، بعض الوثائق في المحاكم، الباقي كله بنرجعه، وفي باك اب لاي شيء، في باك اب سيستم موجود ان شاء الله لكل شيء. ندور دولتنا، ندور في اسبوع باذن الله، ان شاء الله بندور في اسبوع، عشان كده ما ندمر الدنيا تحتيها. وانا وصيت للشعب اوعى تشكوا في القياده، واوعى تشكوا في جنودكم ولا في ضباطكم، اوعى تخذلوهم، انصروهم، اياكم ان تكونوا مردفين في المدينه. قاتلوا معاكم، قاتلوا معاهم بلسانكم بيدكم بكل جهد تستطيعون. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الميتي أكبر من الله، الدعم السريع أكبر من الله، الآلاف اللي قالوا جايين من الصحراء أكبر من الله، الثنائيات أكبر من الله، الكاتيوشات أكبر من الله، الأكبر من الله منو؟ الناس اللي وراه، الدول اللي بتدعمه أكبر من الله. ونحن والله بشكر الجامعة العربية، نشكر الشعب العربي كله، لأنه بلا استثناء الجهة الوحيدة الرسمية اللي وقفت مع الجيش السوداني وقالت ده جيش البلد ودي الدولة ونحن معاه. نشكرها، نشكر كل أخواننا، أما الاتحاد الأفريقي المجمد عضويتنا ويقول دائرة الخرطوم منزوعة من السلاح، اللي يجي ينزع سلاح الدعامة دي، نحن والله ما ينزع مننا طلقة، والله طلقة ما ينزع، اللي يمشي ينزع من الدعامة دي، اللي يمشي ينزع مني. ما عندنا حاجه لزول، نحن في بلدنا ونحن سياده، نقعد نقوم على كيفنا. اللي عنده حاجه اللي يجينا هنا ده
ما عندنا حاجه لزول. وانا برضو وصيتي، لانه هذه الحرب حرب كل السودان. انا تكلمت بسكان الخرطوم باحيائهم بقبائلهم، لكل اهل الدين، اهل الدين، اهل الطريق، كل الطرق، القادريه، من الشيخ عبد الوهاب الكباشي، للشيخ ديما، للشيخ حمد امين، للشيخ احمد الريح، لبحراس، كل الطريقه القادريه، كل الطريقه الختميه الموجودين في الخرطوم، التجانيه، السلفيه. وجزا الله الشيخ حسن الهواري الدكتور هذا العالم الفز الذي بين للناس كل شيء بترتيبه في مراحله لحد ما وصل الناس العدو الصايم. كل الطرق الصوفيه والبادراب، بنيه كل الطرق، كل الطرق الصوفيه لمحبيهم. ادعوهم للجهاد. الدين ما سبحه ومصلايه وبس، الجهاد ذروه سنام الاسلام. كل المساجد، كل الطرق تحث الناس على الجهاد في سبيل الله، يوروا الناس الجهاد، يراجعوا مع الناس آيات الجهاد من البقرة للناس، يوروا الناس آيات الجهاد، يحثوا الناس على الجهاد. ولأهلنا برا الخرطوم وقفتوا وما قصرتوا في كل ولايات، استضفتوا الناس في بيوتكم. أنا أعرف عشرات الأسر، مئات، لو آلاف الأسر والله فتحوا بيوتهم لأسر، لناس ما بعرفون، والله ما بعرفون، والله أول مرة يشوفوه. في الجزيرة دي غرية، في الشمالية، في شندي، في عطبرة، في الجرير، في الزومة، في ضنقلة، في حلفة، في بورسودان، في سنكات، في كسلة، في قطارف، في سنان، في سنجة، في تمازين، في الأبيض. والله فتحوا بيوتهم للناس، والله قاعدين معاهم 3 شهور وحالفين واحد فيهم يدفع قرش ما في، ياكلوا ويشربوا معنا في البيت. جهادكم وصل ونيتكم وصلت وما قصرتوا وما بتقصروا. بعد تشوفوا لنا شبابكم، شباب الخرطوم اللي هناك القادر على حمل السلاح والظاني في نفسه انه قاتل، عشان ما تجي تتبع للناس مشكله. لما كان قلبك ده ما قلب قتال ما تجي، لانه اي شيء ورا الناس هاجمين وناس يجروا ورا. ما بتقدر عارف قدر رحم الله امرئ عارف قدر نفسي. شبابكم طوالي يبلغوا زي ما قال، تبلغوا الوحدات دي، اللي بيقدر يقاتل واللي ما بيقدر يقاتل واصلوا بالتجويد. جيبوا لك للناس في الخرطوم دي لهم 3 شهور، دايرين دقيق، دايرين زيت، دايرين عدس، دايرين فول، دايرين سكر. شاوروا ناس هنا في الخرطوم، وان شاء الله المعركه انتهت، والله انتهت. والله بعد هذا الاستفار ثاني تضيق عليهم هذه الدنيا، ما في الخرطوم، في اي حته، ونخلص من الخرطوم دي والله ما نشيلهم في دارفور، والله نمشي لهم في دارفور، الله اكبر، والله الجيش يطالبون في اي حته، والله يلقوا من اي حته في السودان، ونمشي لهم في جبال النوبه، ونمشي لهم في كرمك دي. هذا الذي نقض عهده للمره المليون. الحلو ده ما في اتفاق، دي المره المليون. قبل كده تمرد من داخل خالد، وهسه تمرد، ما في ثاني طريقه. نقطه صبر جديد، والله الجيش يجيكم محل ما تطير، ومعاه الشعب بتاعه ذاته، حيطردكم من السودان ده. دولة لله، هذه أرض الله ولن يعبد فيها إلا الله. الله منذ الوطن، مستعدين نكمل ونزل، ولا تسقط راية لا إله إلا الله في هذه البلد. والله لا تسقط راية، والله ولا سوداني ما يفضل. بعد ذاك الدار يجي يرث الأرض، إن الأرض لله يورثها من يشاء. فاروا الله من أنفسكم خيرا. والله من فوائد هذه الحرب إنه ثبتت إيماننا وحققت إيماننا بما نستطيع ونملك. نحن لسنا النبي ولسنا الصحابة، وهو الإيمان على ونبتلى على قدر الهناية، لكن والله العظيم كأن الله نراه، والله كأننا نرى الله، لأنه شفنا وعده وصدق وعده. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والله الجيش ده بقوته ما كان يهزم الناس دي. الجيش اللي كان في الخرطوم ده ما تم 7,000، لما المتمرد ده عنده 80,000 ويتمرد، كل الجيش في الخرطوم ما تم 7,000، ما في جيش.
بعد ما تلملمت الغوات وجات ما تعمل لنا اللي خلاص حاجه. النصر ده نصرنا لله، لانه نحن نصرناه، لانه نحن نصرناه. ربنا ارانا ايات الجهاد، وانا كنت معاكم منه ولا معي. ايات الجهاد والقتال والله رايناها باعيننا، والله رايناها باعيننا، والله العظيم الحمد لله الذي احيانا حتى راينا ايات الجهاد باعيننا. ونسال الله انه لا يفتنا ولا نبدل تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. احنا نسال الله انه ما نبدل تبديل حتى نلقاه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم يا مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الاحزاب، اللهم يا ذا الملك والجلال، يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا حنان يا منان. اللهم انا نسالك باسمك الرحمن وباسمك الرحيم، اللهم انا نسالك باسمك العفو، اللهم انا نسالك باسمك العزيز، باسمك الجبار، باسمك المنتقم. اللهم يا من وعدتنا هذا جهدنا، فاغفر لنا التقصير في نيتنا يا الله، واغفر لنا التقصير في عملنا يا الله، واعف عنا اللهم هذا جهدنا. اللهم فتقبل منا ولا تردنا خائبين. اللهم اليك نشكو ضعف قوتنا وقله حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم ان كنا قلنا ما قلنا فمن قولك وحرض المؤمنين على القتال، وانت تعلم بنا وتعلم ضعفنا وقدرنا. فوضنا امرنا اليك، نبرأ اليك من كل ذنب، نتوب اليك من كل ذنب يا الله، نستغفرك ونتوب اليك يا الله. اللهم يا الله نستشفع بالحجاج في عرفه، اللهم نستشفع بحجيجك في عرفه الذين وقفوا ودعوا لنا. اللهم نستشفع بك ليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نستشفع اليك بروحك روح القدس جبريل عليه السلام، بحملة العرش، بميكائيل، بالعرش العظيم، بالقرآن العظيم. نسألك باسمك الله. اللهم يا الله يا الله يا الله انصرنا نصرا عاجلا غير عاجل. اللهم لا تؤخرنا، اللهم احيه من غداه، اللهم الليله دي يا الله، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم يا رب اثبتهم على مكانتهم، اجعل الموانع في اسلحتهم، اشف صدور قوم مؤمنين واسهب غيظ قلوبنا. يا رب تشفي صدر قوم مؤمنين، تشفي صدر كل من راى بيته ينهب، كل من راى بضاعته في السوق تنهب، كل من راى ثمرة حياته تنهب، كل من اغتصبت بنته وأوثق عرضه. يا رب اشف قلبه، يا رب اصحب غيظ قلبه، يا رب اخزيهم، يا رب عذبهم بايدينا، يا رب انزل عليهم عذابا من عندك، يا رب اجعلهم عبرة للناس كما جعلت عاد وثمود ومدين وفرعون. يا رب يا الله يا الله يا الله يا سميع الدعاء، يا قريب يا مجيب يا فعال لما يريد. اللهم انا نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نستنصرك ونلجأ إليك ونفوض أمرنا إليك ونتوكل عليك، نبرأ إليك بكل حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا من جاء من الله ولا من جاء منه إلا إليه، والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا نامت عين الجبناء، ولا نامت عين الجبناء، ولا نامت عين الجبناء. والله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم. فيني شاي.